كان يا مكان، كان في أيام زمان حاجة اسمها لمبة الجاز. ولمبة الجاز دي بقى ربت أجيال وأجيال، كأمثال أحمد زويل وطه حسين وغيره من العباقرة. ولما كانت الكهرباء تقطع، كانت أم أحمد زويل تعمر له لمبة الجاز، يسهر ويذاكر عليها. وكان السهر آخره خالص لحد الساعة 10 بالليل. بعد 10 بالليل كانت البيوت تبقى هس هس، وكانوا يناموا ويقوموا من الفجرية. وزي ما يقول المثل، الفجرية بدرية والبدرية منسية. ولما اتطوروا خالص واتمدنوا صنعوا الكلوب. والكلوب ده بقى كان فيه منه نوعين، نوع بشريطة ونوع بشاشة بيضة. اللي بشريطة كانوا يجيبوه الناس الغلابة، واللي بشاشة بيضة كانوا يجيبوه العمدة. أما بقى البابور ده ليه ألف حكاية وحكاية. كانت الأم بالليل تقعد تعمل عشا لولادها على البابور. وكان سعر لتر الجاز بساخ، قرشين ساخ. وكده بقى توتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟